السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة سعيدة الأهلاوية. الإنبي الجبار يسحق الزمالك المنهار النهارده. حمزة الجمل أظهر الزمالك النهارده فريق ملط. يعني أنت لو حضرتك بتتفرج على المباراة النهارده ومش من مصر وشفت المباراة هتعتقد إن تشيلسي بيلاعب فريق من آخر الدوري الإنجليزي بلا مبالغة. سيطرة بالطول وبالعرض طوال المباراة لمدة 80 دقيقة. الزمالك لم يأتي ولم يظهر له أنياب. مفيش إلا آخر 10 دقايق ظهر الزمالك في بعض الهجمات، والحكم المجامل الفج طارق مجدي ضربة جزاء من وحي الخيال لنادي الزمالك للاخ عبد الله السعيد في الدقيقه 7 عشان ربك اسمه الحق. يشاء ربنا ان حسام عبد المجيد اللي عمره ما ضيع ضربه جزاء ان هو يحطها العارضه. الانبي يجي له ضربتين جزاء، الاولى تيجي والثانيه تعدي خط المرمى، وبرده للفجور بتاع الفار والحكم طارق مجدي ما يحسبهاش وما يجيبش اللقطه مظبوط، والكره كانت متخطيه خط المرمى. مليون مبروك لانبي. وصلت وصلت المركز السابع، وفوز مستحق وفوز كبير جدا على نادي الزمالك اللي ظهر ان هو لا حول ولا قوه، وان هي بس كانت حلاوه روح كده اللقطه وانتهت القصه اللي كنتوا عمالين تمجدوا في الزمالك والزمالك والزمالك. او ظهر النهارده ان هي فرقه ملط لا حول لها ولا قوه، وبتدي هديه كبيره جدا لنادي الاهلي لان الدوري كده بيشتعل. الزمالك 40 نقطه، بيراميدز 40 نقطة، والأهلي 37 نقطة. قادرين لو كسبنا المباريات بتاعتنا وكسبنا الزمالك وبيراميدز، واحنا قادرين لأن فرق كبير جدا بين الأهلي وبين الاتنين هنتصدر الدوري. ولكن حاجة بقى بهمس فيها النادي الاهلي وادارته اللي جاب بالعفريت يصرفوا، وخسائر الاهلي المفروض اللي جاب يسترب، سواء بقى مجلس الاداره على راسهم الكابتن محمود خطيب يمشوا الراجل دوت وهم اللي يدفعوا الشرط الجزائي. الاهلي لن يتحمل هذا العوار وهذا الفساد اللي حدث بسيرو وقبليه كولر وثم الاخ اللي انتوا جايبينه من تحت السلم من الدنمارك بتاع الجبنه يسترب. فعليكم ان انتوا تخلصوا وتستعينوا اما بحسام البدري او بافضل مدرب في الدوري المصري ابن الاهلي الكابتن علي ماهر. واتمنى يبقى في خطوات رادعه، ما تقوليش الكابتن الخطيب اكشر عن انيابه، ياما اكشر وياما خد خطوات ولا كان عامل ولا التهديد ولا وعيد، وفي الاخر بلح. هو نفسه مجلس الاداره والسكاوتنج، اداره السكاوتنج النادي الاهلي فيها عوار وفيها قرف وفيها غلطات قاتله، ويجب ان يحاسبوا على هذا. الاهلي خسر ملايين الملايين الدولارات مع هذا المجلس اخر سنتين. بنجيب لعيبه ثلاث تعريفه من تحت السلم ونديها فلوس وقول عليها بقى ابتديها بموديس والاخ كاموش والمدربين الكفته اللي جبتوهم والاخ اشرف داري اللي هو صديق المستشفى، والفتنه اللي انتوا جبتوها الاخ امام عاشور والاخ تريزيجيه والاخ زيزو اللي هم اكبر فتنه في النادي الاهلي. وانا بطالب النادي الاهلي ان هو يتخلص من هذا الثلاثي الافسد غرفة ملابس. ولا انسى المباراة اللي فاتت جماهير الاهلي دمها محروق، واحد زي امام عاشور بيلعب لي الكورة بكعب رجله في الدقيقة 80 والاهلي في اسوأ ظروفه، والاخ زيزو طالع بيعمل لي شعره واحد كده مجهول الهوية، حتة عيل جايبينه من الشارع اللي اسمه مروان عثمان، ما ينفعش يلعب في درجة تانية، عامل لي شعره وبتاع وعامل لي الكيرفي. من امتى الاهلي فيه هذا الفساد وهذه المهزلة؟ اركنوا المعلمين واركنوا القرف دوت، وخد معاهم بن شرقي وعلى الشناوي ان هو يجلس على الدكه او يتكل على الله يشوف له اي مصلحه بره. الاهلي مصلحه الاهلي اهم مليون مره من 20 شناوي، وطز في جبر خاطر الشناوي. هو مش اغلى من الاهلي ومن جماهيره اللي بالملايين. كده الكره بقت في ملعبنا. اتمنى ان الاداره تاخد قرارات صارمه وقويه، واول خطوات التصحيح واللي ممكن تكون شرنقه نجاح المدرب ان هو يقعد هؤلاء العجزه على راسهم تريزيجيه، زيزو، امام عاشور، الاخ بن شرقي. لو حتى هنلعب بالناشئين، لو حتى مش هناخد دوري، عظيم يا اهلي وسيظل الاهلي عظيم. انما تلك الاشكال اللي ما كانتش تحلم ان هي تلعب في الاهلي وتاخد كل الملايين ديت وتعمل كل الاعلانات ديت
وبقوا اصدقاء في الافراح بقى، وفي الليالي الملاح، وفي افتتاح معرض السيارات وعند قصر الكبابجي ومعرضها البحراوي وبتاع. قبل كده، قبل الاعلانات وقبل الفلوس وقبل الشهره ديت، قبل ما تكونوا في الاهلي، ورغم ان انتوا كنتوا نجوم بره، ما عملتوش حتى اعلان شيبسي، ما عملتوش حتى اعلان لعلبه سلمون. ففوقوا واعرفوا ان الاهلي فوق الجميع وخيره عليكم وعلى الله اتقن منكم واتقن منكم، والاهلي اتخلص منهم. وتذكروا فريق تلامذه مع هيديكوتي لما كان في معلمين، ولما كان في معلمين وتوقف ايام لما طلعوا الشباب وكسبنا الزمالك في عز مجده ايام العتاوله 3-2 في كاس مصر في الثمانينات. لما اللعيبه تمردت، وقف كل اللعيبه النجوم. تذكروا هذا جيدا، وان شاء الله درع الدوري في الجزيره.